عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم واحد المنتوج اللي مهم بزاف، خصوصا اللي كتخرجوا للشمس. واقي الشمسي مع فونديشن نيوديرم اس بي اف 50. واش كينفع ولمن مناسب؟ خليكم معايا في هذا الفيديو. هاد المنتوج ماشي غير واقي شمسي عادي، ولكن فيه تكريم اساسي خفيف، يعني كيحمي البشرة من الشمس وكيعطيها لون طبيعي في نفس الوقت، بلا ما كيكون ثقيل ولا كيبين بحال فوندوتان. اول حاجه مهمه فيها هي SPF 50. ها هي SPF 50، وهذا الرقم كيعني بان حماية عالية بزاف من أشعة الشمس، خصوصا الأشعة UVA و UVB اللي كتسبب في تصبغات البشرة، الكلف والنمش وحتى الشيخوخة المبكرة. يعني الا كنتي كتخرجي بزاف ولا كتخدمي على برا ولا حتى غير كدوزي وقت قدام الشمس، هذا المنتوج ضروري تستعمليه، ولا اي اكرون، ولكن انا كنصحك بهذا المنتوج. هذا المنتوج حتى هو مخصص للبشرة الحساسة، وما فيه لا عطر لا بارابين، وهذا الشيء مهم بزاف للناس اللي كيتحسوا من بزاف ديال الكريمات، راه مكتوب عليه. يعني كيحاول هذا المنتوج ينقص من احتمال الحساسية. كاين حتى واحد الحاجه اللي عجبتني فيه، هو انه مقاوم للماء، يعني واخا كتغسلي وجهك ما كيزولش داك لا كريم. كاينين بعد الفوند بعد الكريم سولير كنستعملوهم غير ملي كتغسلي وجهك كيحيد، هذا لا، واخا كتغسلي وجهك بالماء ما كيحيدش. مقاوم للماء، يعني الا عرقتي او غسلتي وجهك بشويه د الماء ما كيمشيش دغيا، ولكن طبعا من الاحسن نعاودوه نحطوه من بعد مده. واللون ديالو هو اوبلا، راه فيه انا شريت اوبلا، راه فيه جوج درجات. فيه الدرجه الاولى المفتوحه هي اوبلا، وكاين بالنسبه اوبلا كيعطي تغطيه خفيفه وطبيعيه وما كيسدش المسام وما كيخليش الوجه يبان مصبوغ بزاف. وهذا الشيء اللي زوين فيه، اللي يعجبني فيه، وقلت نستعمله ونجربه. بالنسبه للطريقه ديال الاستعمال ديالو راه سهله بزاف. كنحطو قبل الخروج ب15 دقيقه وكنوزعوه مزيان على الوجه والرقبه. انا صراحه حيت معشر كنديرو غير على وجهي فقط، ما كنديروش على الرقبه، ولكن البنات اللي كيديروا الشعر راه خصهم يديروا حتى على الرقبه. وما نساوش حتى الودنين هما اللي كيديروا الشعر على حساب باش ملي كنخرجوا للشمس باش البشره ديالك ما تحرق بالشمس. والا طولنا برا ولا كانت الشمس قويه كنعاودو نحطوه عاوتاني الكريم. فهمتوني؟ هاد المنتوج راه مناسب للاستعمال اليومي، سواء في الخدمه او الخروج او البحر او حتى الناس اللي ما كيبغيوش يديروا المكياج. راه زوين. انا خصيصا لاش شريت هذا ليكرون وكنت كنقلب مده على هذا شي كريم تكون تانتي، يعني تكون بحال فوندوتان، حيت فوندوتان راها خايبه على الوجه بزاف، خايبه. كنصحكمش ما ديروش فوندوتان. راه ليكرون هاد ليكرون راه زوين في بحال دابا هذا بحال الا درتي فوندوتان او ميم طون، يعني كتضربي عصفورين بحجر واحده، كديري فوندوتان وميم طون كديروا حمايه الشمس، كديري صافي، يعني بحال الا درتي فوندوتان. راه الا درتيه بحال الا درتي فوندوتان، غير هذا زوين بزاف حيت كيحمي من اشعه الشمس وكيبان لك بحال الا درتي فوندوتان. واللون ديالو راه خفيف زوين، يعني اللون ديالو راه فيه اوبلا وفيه الاخر. انا شريت اوبلا حيت هو اللي جا معايا، على حسب نتي ينا بشره لي عندك ويجي معاك، ولا ممكن تشري هذا نيت، ممكن تشري هذاك، على حسب نتي اللي باغا.
وفي الاخير نقدر نقول لك بلي هذا المنتوج راه عملي بزاف، كيجمع بين الحمايه والجمال ومناسب بزاف للبشره الحساسه. يعني الناس اللي عندهم بشره حساسه تقدري تستعمليه. انا عندي بشره مختلطه ولكن بعض المرات كنتحسس في شي برودوي وجربت هذا زوين، راه البشره الحساسه. الا عجبكم هاد الا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تردوا عليا وتقولوا لي البنات اللي جربوا هذا ليكرون سولير وجاوبوني في التعاليق. ما تنساوش ديروا لي لايك وشكرا على هذا الفيديو. خليكم لي رأيكم في التعاليق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.